في 3 أنواع من البشر. في البني آدم الطبيعي، وفي البني آدم المصاب بانفصام في الشخصية أو ما يسمى بالشيزوفرينيا، وده بيعاني من صراع داخلي بين شخصيتين مختلفتين. في بقى النوع الثالث النادر، النوع اللي احتار فيه علماء النفس، وده ملوش اسم لحد دلوقتي، محدش اكتشف له علاج أصلا. النوع المخطط. النوع المخطط ده بيعاني من انفصام ثلاثي في الشخصية، وده بقى عجز معاه العلم الحديث تماما، لأن ده عنده الشخصية الطبيعية، دي اللي بيقابل بيها المجتمع والناس، أهله وشغله وبيئته المحيطة، وعنده الشخصية المختلطة الكارهة للأهل، واللي دايما عندها الشعور بالندية والمساواة مع الأهل، بكتف بكتف وراس براس، وأنا مش أقل منك، بالعكس ده أنا أحسن منك. وعنده الانفصام الثالث أو الشخصية الثالثة، وهو أرض الواقع وتعامله مع واقع نديه اللي بيشجعه، وإدارته اللي مش مرسيه على بر وملبساه في الحيط على طول، وهو يا عيني تايه وحيران بين الشخصيات الثلاثة. فجأة تلاقيه إنسان طبيعي ومحترم في شغله وحياته الاجتماعية، وفجأة يتحول للكائن العجيب، الكائن اللي كان في مسرحية الهمجي بتاعت محمد صبحي، الكائن بتاع ما تقدرش. ده لما يخش في نقاش أو جدال مع أي حد أهلاوي، وفجأة تلاقيه مسكين مشغول حيران وحزين وهو بيتابع أخبار ناديه الرسمية على قناة أو راديو أو الأبليكيشن. ده غير تصرفات وتصريحات المسؤولين سواء الرسميين أو المتحكمين عن بعد، وهو يا عيني في وسط كل ده تايه من ده لده، نفسه بس حد يفهمه ويرسيه على بر. على مدار السنة اللي فاتت المشجع المخطط وهو بيعاير الأهلي وبيشمت في الأهلوية من ناحية تانية أدرك تماما إنه ما عندوش حاجة اسمها مجلس إدارة. عنده سمسار، السمسار ده واخد الفريق وبيحاول يهرب بيه بره مستنقع القاذورات والصراعات، وبيحاول يبعده عن الفشلة. ومن ناحية تانية عنده ممول، الممول ده ما يفرقش حاجة في عقليته عن عقلية رئيس النادي السابق، بمعنى هيعملوا له اللي بيعجبه وبيحبه هيدفع، هيعملوا حاجة تانية غير اللي بيحبها هيتقمص ومش هيدفع. والمشجع المخطط يا عيني بس يسمع انه هيدفع يطلع يهلل ويفرح ويعلق كهارب، يقوم الممول رازعه بوست من بتاع القمص اياه، فالمشجع يحبط ويبتدي يسكت من اول وجديد. الفترة الأخيرة دي بسبب الصراع ما بين الممول والسمسار، لما النايب حاول يدبس الممول على الهوا في لقاء مع تحتوح، وقال إن الممول وعد إنه هيدفع ويفك القيد، فالممول اتقمص، راح رازعهم البوست بتاع إنكوا كدابين وإنه مش هيدفع حاجة، ولما يحب يدفع هيبقى يقول بنفسه. فالمشجع المخطط يا عيني جاله إحباط تاني. بعدها بشوية وزارة الشباب والزمالك أعلنت عن حل أزمة الزمالك وحصوله على أرض جديدة، فالممول حب ياخد اللقطة مع المشجع المخطط، فرزعهم البوست العالمي بقى، بوست فيه كل ما لذ وطاب. خد عندك بقى استاد عالمي دولي ب 38 مليون دولار، وعندك 2 مول وصلحوا، والقناة بقى بالحريم اللي فيها طلعوا علوا على الممول كمان، قال لك لا ده استاد ساعة 100,000 متفرج مش 40,000 زي استاد المنافس اللي هو احنا يعني. وده معناه ان جمهور المختلط اكبر بكتير من جمهور المنافس اللي هو احنا برضه. ولان المشجع المخطط يا عيني مش واخد على التفكير وملوش في الحسابات والفهم والكلام ده، وعاشق للتهليل والصياح بس، فروحه المعدنية بقت في السما وانتشى قوي على السوشيال ميديا، وراحوا بقى لعبوا دوري أبطال أفريقيا وكسبوه، وشاركوا في الانتر كونتيننتال وكسبوه، وحجزوا مقاعدهم في كاس العالم 2029، علما بأن قيد النادي موقوف فترتين ومش هيتفك، لو وقفوا على حواجبهم برضه مش هيتفك، وعلما بأن استاد الأهلي أبو 40,000 مشجع، الاستاد التعبان ده هيتعمل مرحلة أولى بس على 43 فدان،
والمشروع بالكامل الأهلي مخصص له 60 فدان. فلو انتوا عايزين تعملوا استاد يشيل 100,000 مشجع على الأقل محتاجين من 80 ل 90 فدان. الأرض بقى الجديدة كلها الاستاد بالمول بالنادي الرياضي، ده غير الوحدات اللي هتقسموها وتبيعوها استثماري، كل ده على بعضه كده 65 فدان. بس طبعا الله ينور الهبد شغال ايه والصفوة بيهللوا. المهم بعد الصياح والتهليل صحيوا الصبح على بوست استراحة المحارب. الممول نزل لهم البوست اياه، ولقوا الزمالك فجأة بقى في ايد أمينة، وأمينة غلطت وخرجت من غير إذن والسوارس خبطتها. فالمشجع المخطط يا عيني أحبط من تاني، وما بقاش فاهم هي مين أمينة، والممول كده هيدفع ولا خلع ولا مقموص. وبعد ما قال فرجت وهنبني فرع والمختلط على 2027 هيبقى أغنى نادي في المنطقة، ابتدى الشك يتسرب إلى قلبه، لأنه عرف إن لهاليبه واللي معاه لو ما بنوش الأرض المرة دي كمان وصرفوا الفلوس على المراجيح كالمعتاد، فالنادي هيروح في 60 داهية، فهمي نظمي رسمي، لا هينفع معاه ممول ولا وزارة الشباب والزمالك ولا الإسكان ولا صندوق النقد الدولي حتى. الكلام ابتدى يتسرب إن الممول مقموص عشان في ممول أكبر داخل على الأرض الجديدة، والله أعلم السبوبة مع مين فيهم. تقول لي لهاليبو والنايب فين من الأفلام دي كلها؟ أقول لك أعتقد كده بعد ما يخلصوا شكر وتقدير للمسؤولين لهاليبو بيحاول يسد في الخرم ويدور المركب، والله أعلم. نصيحتي بقى للكائن المختلط، مش كل ممول بيطبطب عليك يبقى حاسس بيك، وارد جدا تكون ايده وسخة وبيمسحها فيك. يا رب تكونوا فهمتوا عقلية ونفسية الكائن المختلط، عشان بعد كده لما تشوفوا كتابات وآراء وتصرفات عجيبة في الميديا والسوشيال ميديا لأمثال الشامي والخبيث والغندور وفلاح كفر الهندوة، تبقوا عارفين ده نتاج ايه وجاي منين. حطوا نفسكم مكانهم، انتوا هتفهموا النفسيات دي جاية منين ومين اللي عمل فيها كده. وفي الآخر الحمد لله على نعمة الأهلي اللي شفانا وعافانا، على الأقل عندنا مجلس إدارة محترم. حتى كده من برطمان المش على الماشي يعني. الاتحاد المصري لكرة القدم من منطلق مبدأ الشفافية وإرساء للعدالة أعلن عن تعيين المستشار أحمد بدوي رئيسا للجنة استئناف تراخيص الأندية. دي اللجنة اللي لو نادي رخصته اترفضت من لجنة التراخيص بيستأنف على القرار قدامها، يعني اللجنة دي سلطتها أعلى من سلطة لجنة التراخيص. هتقولي طب فين العدالة والشفافية؟ هقولك أبدا، بس من قبيل الصدفة البحتة يعني لهاليبو في فبراير اللي فات كان عين المستشار أحمد بدوي رئيسا للشؤون القانونية لنادي الزمالك، ورب صدفة خير من 1000 ميعاد. اتحاد الكرة بتاعنا ده اتحاد حافي في زمن كله جزم، ناس ما عندهاش دم.